السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مجددا مع فيديو جديد على قناتي مطبخ فريدة المتنوع ضمن المعسلات الرمضانية. وصفة اليوم ان شاء الله هما هاد البسيطلات بالقرقاع اللي معروفين كيتقدموا مع البريستيج وكذلك مع المعسلات. كيجيو رائعين جدا، راقيين، كيجيونا مرقين معسلين بحشوة هائلة. قدمتهم لكم انا بورق الفيلو. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وما تنسونيش من واحد اللايك من باب التشجيع، وكذلك تبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء لتعم الفائده. وكذلك غنوريكم طريقه الاحتفاظ بهم في المجمد لمده اطول لكي يبقاونا مرقين معسلين. ان شاء الله تجربوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم، ناجحين من اول تجربه. وكذلك هاد الحلوى الشرقيه في الفيديو الموالي غنقدم معكم هاد البقلاوه بورق الفيلو واللي ناجحه مليون في المئه، كيجيونا هائلا. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله كناخذ هنا 4 ديال اللوز، كنخلي الماء حتى كيغلي، كندير فيه اللوز ديالي، كنخليه غير كتضرب فيه الغليه واحد دقيقه تقريبا، ومن بعد كنزول ليه القشره، كنحيد منه القشره وكنشفو بهذا النشاف كما كتشاهدوا. كناخذوا هنا كاسرونه كندير فيها اللوز ديالي، وكنديرو في زيت غيتقلى في زيت بارده باش كيجي لينا طايب من الداخل. وهنا تقريبا واحد 100 غرام يعني واحد الحفنه كنخليوها هكا خضره باش غادي نطحنو خضر. غندوز نقلي هذا على عافيه مهيله حتى كنحصلوا على اللون الذهبي، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى. على بركه الله غنوجدوا العقده ديال هاد البسيطلات. كنحتاجوا فيها داك اللوز خضر اللي خلينا كنشفوه وكنطحنوه مزيان مع معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ديك 100 غرام ديال اللوز يعني حفنه كبيره تكون عامره، وكنطحنوه مزيان. وهذا اللوز اللي قلينا كنخليوه حتى كيبرد النصف ديالو، كنطحنوه مزيان مع معلقه صغيره ديال السنيده، والنصف الاخر كنطحنوه يعني غير كنهرمشوه حتى هو كنضيفوا عليه معلقه صغيره السنيده. انا ما كنكثرش السكر سنيده لانه باقي غادي يتعسلوا. وهنا عندي 120 غرام ديال الكركاع اللي كيعادل 7 الكركاعات. طبيعه الحال الكركاع خذوه يكون نقي ومسحوه، يعني ما تحتاجوا لا تحمروه ولا تصهدوه. وكنطحنوه في الهشوه يعني رقيق، يعني باش كيبقى لينا كروستيون في هاد البسيطلات. صافي غادي نخلط هاد العقده ديالي. بالنسبه للكركاع الا طحنتوه ما كطحنوش مع السكر نهائيا، كطحنوه خضر وكتخلطوه مع هاد المكونات. كنضيفوا سكر سنيده غير في داك اللوز المقلي واللوز الخضر باش كيطحن لينا وكنحصلوا على عقده. هنا كنحتاجوا الساشي ديال الزهر. المهم في المجموع ديال السكر سنيده اللي طحنت به داك اللوز اللي مقلي وداك الخضر معلقه ونص كبيره كافيه لان باقي غيتعسلوا. هنا عندي المسكه الحره، 3 الحبات ديال المسكه الحره كنطحنهم مع شويه ديال السكر كلاصي. هنا عندي راس المعلقه ديال القرفه، ما كنكثروش القرفه في هذه العقده باش كيبان لينا المذاق ديال اللوز. عندي هنا 2 معالق كبار 2 معالق صغار عفوا ديال الكونفيتور ديال المشماش. وعندي هنا الزبده من النوع الجيد، هي باش غادي نجمع هذا الخليط. ما كنستعملوش الماء زهر في هذا البسيطلات لان كيعطيو المروره، كنستعملو غير الساشي ديال الزهر باش ما كيغلبش لينا الماء زهر على داك اللوز وكيمشي لينا المذاق ديالو. صافي هنا غادي نخلط هاد العقده مزيان. هاد البسيطلات كنت حطيتهم داك العام في الانستغرام، وهذا بزاف الاخوات طلبوا مني انني ننزل لهم فيديو، وهذا العام صورتهم لكم ونزلتهم لكم فيديو. ان شاء الله تجربوهم كما كتجربوا جميع الوصفات اللي كنحط لكم، ناجحين من اول تجربه. كيجيونا بورق الفيلو ناجحين من اول تجربه. غير تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. صافي هنا بعد ما كتجمع لينا العقده بهذا الشكل، يعني 2 معالق كبار ديال الزبده من النوع الجيد كافيين. كناخذ هنا ورق الفيلو باش غنخدم هاد البسيطلات، راه كيتباع في المتاجر الكبرى. كتاخذوا بالثمن ديال 17 درهم، كاين اللي كيدير ليه 20 درهم. المهم هاد اهل فاس بالضبط، يعني راه وريتها لكم في الفيديو تما فاش خديتها، يعني موجوده. غير خذوها البنات بتاريخ جديد، خذوها بتاريخ جديد باش ما كتلقاوش فيها الغموليه والريحه خايبه. المهم حاولوا تاخذوها بتاريخ جديد. بالنسبه لهنا كنحتاجوا الكركاع، كنحيدوا ليه ديك القشره اللي من الوسط وكنقسموه على 2، يعني كنحتاجوا غير النصف اللي غنحطوا فوق هاد البسيطلات من الفوق. هنا كنحتاجوا ابيض بيضه كنخلطو مع شويه ديال الماء زهر باش كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. هنا كنستعنوا بواحد المنديل اللي ضروري كنحل فيه هاد الورق الفيلو باش كيبقى فيه، وكنغطيه بالبلاستيك ديالو بهذا المنديل باش ما كينشفش لينا وكيتقطع. يعني حيت غنخدمو هنا بواحد الكميه قليله والباقي كنحتفظوا به في المجمد. يعني فاش كتستعملوه البنات هذاك اللي كيبقى لكم
كتعاود تروليوه في هاد البلاستيكه ديالو وكتدخلوه لهذيك البلاستيكه ديالو وكتحطوه في المجمد. وقت ما كتبغيو تستعملوه كتخرجوه قبل بواحد 3 السوايع وعادو كتخدموا به. المهم هذه هي الطريقه ديالي. بالنسبه لهنا ورق الفيلو كناخذ ورقه كنسرحها وكنجمعها على جوج كما موضح في لا فيديو، وهنا كنقسمها بالمقص. هنا كتعبروا، انا كنقطعنا عشوائيا اللي انا عارفه العباره عيني ميزاني كتعبروا بالمسطره باش كيجيونا المربع قد متساويين. صافي هنا كنقطعوه هكا اشرطه طوال كما كتشاهدوا في لا فيديو، ومن بعد كنقطع المربعات بهذا الشكل هذا، او كتعبروهم بالمسطره باش يجيوكم قد. انا دابا مولفه نخدمهم يعني عرفت العبار ديالهم. صافي كنقطعوا هكا هذا الورق كنديروا على شكل اشرطه، ومن بعد كنقطعوا مربعات اللي يكونوا متساويين كما كتشاهدوا في لا فيديو. ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. كناخذوا هنا واحد 100 غرام ديال الزبده من النوع الجيد، ضروري تكون من النوع الجيد باش كيجيو هاد البسيطلات لذاذ. كندوبوها راه دغيا كتدفى يعني في هذا الحال بارد. صافي هنا كناخذوا هاد المربعات ديال ورق الفيلو اللي قطعنا معكم. صافي كتديروا بهذا الشكل هذا، كديروا المربع الاول كدهنوه بالزبده، وكتحطوا المربع الثاني حتى هو كدهنوه بالزبده باش كيجيونا مورقين. صافي هنا كناخذ ديك الدائره ديال العقده ديالي كنحاول نبسطها غير شويه. صافي وكنجمع هذا بهذه الطريقه اللي واضحه في الفيديو، يعني الفيديو موضح كل شيء. صافي كندهنوه هنا بداك ابيض البيض وكنلصقوا ديك نصف القرقعه من الفوق. يعني طريقه لي سهله غنعاود معكم باش تشوفوا. يعني كندهنوا ما بين دوك الورقات بالزبده وكنديروا شويه ديال الزبده في يدينا باش كنجمعوا بهذه الطريقه. يعني ساهله البنات. صافي بهذه الطريقه هذه الفران البنات ما كنسخنوه حتى كنبغيو ندخلوا ليه هاد البسيطلات وكنقصوا على عافيه مهيله وكنردوا معاه البال، حيت دغيا راه كيطيبوا البنات كيطيبوا من التحت، ومن بعد كنشعلوا من الفوق على عافيه مهيله حتى كيطيبوا لينا مزيان. ومن بعد كندوزو باش نعسلوهم. يعني راه ساهلين في التحضير ديالهم، غير التصوير هكا راه كياخذ شويه د الوقت وشويه د المجهود، اما ساهلين في التوجد ديالهم. صافي هنا كنستمر على هاد الكيفيه حتى غادي نكمل هاد البسيطلات كاملين اللي عندي، ومن بعد ان شاء الله فاش غادي يطيبوا غادي نتلاقاو.